عرفت عزيزي الاهلاوي وصديقي لما كنت بقول لك ان احنا اتكتب علينا المنافس الوضيع، وطلع كده شويه اهلاويه. انا هكلمك بالالفاظ اللي تعبر عن اللي جوايا، مش هنشتم زيهم، مش هننزل للمستوى القذر المتدني بتاعه، انما هعبر لك شويه اهلاويه كده. ايه، فئه لا تتعدى ال1% من جمهور الاهلي. هي فئه ممكن تسميها ايه، المحن. يعني عندهم شويه محن. يقول يا اسلام نادي الزمالك مش وضيع، واحده واحده خلينا احنا احسن منهم. احنا ما بنطلعش نقل ادمنا على حد يا ابني، ما بنسبش حد. احنا دايما رد فعل. انت عايز يا ابني تشتمني وانا اقول لك يا عم الله يسامحك، انا يا عم مش البني ادم ده. انت عايز تشتمني واقول لك الله يسامحك، انا مش البني ادم ده خالص. وده مش صح، تكون فاكر ان ده صح. عزيزي الزملكاوي، عرفت انت ليه مستواك قذر؟ عرفت لما كنا بنقول لك ان مجلس حسين لبيب مرتضى منصور انضف منه بمراحل؟ لان احنا نصيع منك يا ابني، احنا الجيل القديم نلفك انت وهاني وباني ولبيب والمجلس بتاعكوا ده في ورقه بفر ونقول ما شفناكوش، نلفكوا كده في ورقه ونقول ما شفناكوش. انتوا لسه غلابه، هم مش عارفين حتى يتخبسوا. انا هتسمع معايا ال 40 ثانيه اللي سمعناهم كلنا شفناهم، بس عايزك نعلق عليهم مع بعضينا عشان اعرفك مدى وضاعه وقذاره المنافس اللي اتكتب علينا. ابتلاء يا معلم، صدقني. النادي الاهلي مبتلى بالمنافس الوضيع، وتشوف الرياكشن بتاع الوش. يلا بينا كده. اهلاويه ولاد ايه؟ ولاد ايه يا جدع انت؟ ولاد ايه؟ للاسف عندنا بنات كتيره وعندنا ستات كتيره، فهنضطر نمسك نفسنا. انت عارف طبعا اللفظ ده انت قلته، احنا مش هنقول لك اللفظ ده بينطبق على مين، يعني انت اكيد عارف. ما هي ما هتجيب ايه؟ طب مش هتجيب دكتور، مش هتجيب ناس اخلاقها محترمه يعني. ده بيسبنا عينك علنا عشان احنا بنعمل التعصب. جمهور الاهلي يا جماعه بيعمل التعصب. جمهور الاهلي مش عارف. ويقول لك الخطيب مرتضى منصور صليت اللسان. قلت لك دايما والله مش دفاعا عن مرتضى، انا مرتضى من الناس اللي كنت بنتقده كتير، ياما انتقدت مرتضى، انما دايما خدها قاعده: الانسان اللي واضح ده تعرف تتعامل معاه يا اخي، حتى لو قليل الادب يتعرفوا على عيبه يا طب ما يتعرفوش. فاهم حاجه؟ وعلاقه الاهلي او اداره الاهلي بمرتضى منصور ما كانش في علاقه، كانت من بعيد لبعيد. انما دول مرتضى منصور بمجلسه بسبابه وبشتمته انضف منهم بمراحل. مش هتلاقي مثلا فيديو لمرتضى منصور متسرب. مرتضى منصور كان بيطلع يخبط في الوش. انا كده استرجلك يا عم، قله ادب ما بقولكش لا، انما في الخبيني والخباثه تطلع تتوسخ وتشتم ناس بامهاتها. ونتفرج بقى الكوره هتعمل ايه. سيبك من دي، بص الرخص اللي جاي، تعال ركز. يا رب كده على طول، عايزين كده دايما على طول يا كابتن. ولسه ان شاء الله الدوري باذن الله. ده عضو مجلس اداره نادي الزمالك بيقول له لسه ان شاء الله الدوري. الفئه اللي هي لا تتعدى ما تكملش ال1% من جمهور الزمالك، الفئه العاقله. هو عارف ان بيراميدز ده خطر عليهم هم مش علينا احنا. الطبيعي في القاره ان انا اكسب واخسر، انما اللي الاهلي بيعملوه في القاره بنت 60 في 70 كلها كومبارسات دي، ده مش طبيعي. مش طبيعي ان نلعب 5 6 7 نهائي في اخر 8 سنين. مش طبيعي ان ناخد 4 بطولات افريقيه من اخر 5 سنين. مش طبيعي. انا البابا، انا سيد الشغلانه. انما الرخص اللي انت بتسمعه دوت هو ده نتيجه الفشل اللي هم فيه. ولسه الدوري ان شاء الله هو مش فارق معاه. فهمت انت ليه كزملكاوي فاشل وهتفضل طول عمرك كومبارس؟ لانه قلت لك مشكلتك اداريه. قلت لك لو جبت جوارديولا وكريستيانو وميسي قسما بدين الله ما هتنجح، لانك بصرم ومش نضيف. ربنا ما بيكرمش المصرمين. للمره المليون بقولها لك، لو انت انسان باصص لرزق غيرك وبتكره النجاح بتاع غيرك ربنا مش هيديك. لو بتشتغل وتتعب على نفسك وتقول يا رب ربنا هيكرمك. مالكش دعوه بغيرك، رزقه عامل ازاي، شغله عامل ازاي، لبسه عامل ازاي، شكله عامل ازاي، ما تخصكش. مش حياتك انت، ركز في حياتك وربنا يكرمك. انما النوعيه الرخيصه دي ما تجيش ابدا قدام. تعالى بس كمل، بقول لهم لسه ان شاء الله الدوري. كمل. الكاس بتاعك ان شاء الله ان شاء الله وكسر. الكاس بتاعك ان شاء الله الله وكسر. الكاس بتاعك ان شاء الله. بص بقول له الكاس بتاعنا، وبص ماسك ايده ازاي. انزل صدرها، قول له اديني الكاس. صدرها زي ما صدرتها في الدوري كده، ونزل عواد بقى عرضه. انزل بيع حاجات تانية بقى، ما انت ما عندكش مشكله. ما عندكش مشكله انك تبيع اي حاجه في سبيل انك تقف على منصه التتويج وتعمل لنفسك قيمه وانت بلا قيمه. ده الكومبارس قلت لك 50 مره عزيزي الاهلاوي، دول الكومبارس انضف منهم. الكومبارس حتى ما بيعملش حاجه. ممكن يبقى فريق ملوش امكانياته انه يتوج ببطوله ويبقى فريق بطل، فخلاص هو دوره كومبارس، هو في البطوله وخلصت يعني، خد بعضه وخلص، طلع من البطوله وبيسكت. انما دول لا. تعالى بقى خد الحته الزبده اللي جايه. ميدو خلصت. شفت الرخص؟ الزملكاوي اللي ماله الملعب هاني بيه وبيطبل له على كتافه. الزملكاوي اللي ماله الملعب هاني بيه قال له طبعا ب 500 جنيه وجبه. اخي على الوسط. انا والله يا ابني
يعلم ربنا عامل كنترول على نفسي ازاي، مش هكدب عليك يعني. الزملكاويه اللي مالوا الملعب، وفي الاخر ترجع يقول لك ايه، اصل ما هو هنتلفظ ازاي؟ طب ما هنضطر نمسك نفسنا. يقول لك اصل تركي الشيخ، انا قلت لك دول ينطبق عليهم اللفظ اللي قاله. فاكر لما عملت فيديو بعنوان لقد سئمنا من الاحبه واولاد الاحبه، ناس الاحبه تلهيك، العبد رلق لك 50 مره، تلهيك وتجيبه فيك، واللي فيها تجيبه فيك، هم دول. يروح ب 500 جنيه وجبه واشتري وقف شجع اي حد غيرك، ما دام ممكن لذره تضايق الاهلي او جمهوره مثلا، فنطلع احنا نزيط احنا يا عم وراك، هتعرف تضايق الاهلي؟ واحنا مش في دماغنا، مش في بالنا. دول كلهم شبه بعضيهم. عزيزي لحد كده، مش عايز اطول عليك، مش هكدب عليك، عشان مش عايزين قرف. هنستنى نشوف هل هيتاخد اكشن مع البني ادم المفروض انه مسؤول في نادي الزمالك، او لا مش هيتاخد اكشن، ولا احنا بس هتلاقينا بتوع التعصب. لحد كده مش عايز اطول عليك، والمره الثانيه والاخيره والمليون مش الثانيه، بقول لك دول شويه كومبارسات، اوضع من كده منافسين للاسف مفيش يا معلم. عزيزي اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، سلام.